السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صليوا على النبي عليه الصلاة والسلام. مرحبا بكم في القناة. وصفة اليوم هي شطيحة البيض مع الدجاج، سهلة التحضير، اقتصادية وبنينة بزاف. ما تنساوش ديروا ابوني وجيم وتشاركوا الفيديو مع حباباتكم. والان نبداو في الوصفة على بركة الله. حطيت زبدة وزيت وحطيت الدجاج، نقليهم مليح مع بعضهم حتى الزبدة تذوب. الزبده ذابت، حطيت البصله وحطيت 3 فصوص ثوم، نقليهم مليح مع بعضهم حتى البصله تدبل ويتبدل اللون تاعها. بعد ما البصله دبلت وتبدل اللون تاعها نحط الطماطم الملحيه ونزيد نقليهم مليح مع بعضهم. كل حاجه تحطوها قليوها مليح مع اللي قبلها باه الماكله تاعكم تجي بنينه. بعد ما تقلاو مليح مع بعضهم حطيت التوابل، الملح، فلفل الكحل، حمار، نحركهم مليح مع بعضهم. حطيت نص طماطم مصبره، نص مغرف، نحركهم مليح مع بعضهم. لما تقلاو مليح مرقتها بالماء سخون ودرك نخليها طيب. هنا حطيت شويه مرقه كيما راكم تشوفوا، ومن بعد جبت حطيت عظمه وحده كيما هكا ونحطها طيب. كل مره نحط عظمه بالشكل هذا حتى طيب. كي طيب نحط الثانيه. هنا بعد ما طابت العظمه الاولى حطيت العظمه الثانيه باه تزيد طيب. العظام طابوا، بعد ما كنت صفيت المرقه درك نحط العظام فيها بعد ما كانوا طابوا. هو الشكل النهائي. وصلنا لنهاية الفيديو. نتمنى تكون هذه الوصفة عجبتكم واستفدتوا منها. لكن عجبتكم واستفدتوا منها ما تنساوش ديروا ابوني وجيم وتشاركوا الفيديو مع حباباتكم. ودمتم في رعاية الله. ابقوا على خير.